بسم الله على بركة الله. لهذا العسل كنحتاجو الكميه ديال السكر. عندكم القالب، عندكم الكاسي، عندكم السنيده، اي سكر عندكم استعملوه اللي موجود عندكم. عندي السكر القاعده كيلو ديال السكر كيمشي معاه نص لتر ديال الماء. كيلو ديال السكر، هنا عندي 3 كيلو ديال السكر، غادي نعمل لتر ونص ديال الماء. عندي الحامض نقطعو هكا دوائر. الحامض راه ما نقدروش نستغناو عليه، كيمنع الاكسده، ضروري من الحامض البنات. عندي هنايا اللي بغى ينسم بطبيعه الحال، عندي عماد ديال القرفه، المسكه الحره، وعندي هاد النجيمات. على بركه الله. هاد 3 كيلو ديال السكر غادي نضيف لهم الماء بهاد الطريقه، لتر ونص ديال الماء البنات. صافي غادي نخلي حتى يذوب هاد السكر. نقدروا نعملوه الليله كامله، ليله قبل، ليله كامله. نقدروا نديروه في الصباح، نصبروا عليه شي شويه حتى يذوب هاد السكر بهاد الطريقه هادي. غادي ندير لتر ونص، دابا يلاه درت لتر صافي. ونضيف هاد الاعشاب، نضيف في الحامض بطبيعه الحال ونخليه حتى يذوب. ملي غادي يذوب نحس بهاد السكر داب في الماء، غادي نسد عليه، نعمل الفرفشه ونديرو فوق النار يطيب 40 دقيقه. 40 دقيقه غادي نحلو. من بعد 40 دقيقه غادي نحلو على الكوكوط وغادي نشوفوا العسل ديالنا كيفاش ولا. على بركه الله. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي خاتر ولا اروع. تستعملوه في المعسلات الشباكيه، البليغات، اي معسلات، المسمن، اي حاجه. الحامضات اللي كنكونوا درناهم في الاول ملي كيرجع اللون ديالهم بهذه الطريقه كنعرفوا باللي العسل راه واجد. صافي كنحيدوهم. نتوما كتشوفوا البنات، وتحتفظوا به مده طويله طويله طويله. ما دق ولا اروع، لون ولا اروع. نتوما كتشوفوا ما كان لا اتاي لا زعفران لا حتى شي حاجه. تابعوا الفيديو حتى الاخر تشوفوا بعض النصائح والطريقه والمقادير مضبوطه اللي غادي نستعملوها ان شاء الله في هذا العسل. بالصحه والهنا.